في الكورسات علشان يحسنوا الاستماع عندك، واحدة من الطرق اللي بيستعملوها ان هم يجيبوا لك فيديو زي ده على اليوتيوب ويقول لك سمعت ايه. This is the story of how I died. ما سمعتش ولا يهمك، خد الترجمة الانجليزي مننا ويكونوا مفرغين محتوى الفيديو كده. This is the story of how I died. إضافة مننا بقى إن شاء الله تعالى في حلقة النهاردة هنحط الترجمة الإنجليزي وعربي لأي فيديو موجود على اليوتيوب يعجبك. أيوة، لأنك ببساطة قادر تعمل الجزئية دي كلها بتاعت الاستماع من بيتك لو أنت مش معاك فلوس تاخد بيها أي كورسات. في فيديو النهاردة جاي لك بأداة قادرة إنها تضيف لك ترجمتين 3 على أي فيديو يعجبك على اليوتيوب، حتى لو الترجمة دي إنجليزي ألماني، سواء كنت بتتعلم أي لغة ثالثة أنت بتتعلمها مع الإنجليزي. الأداة دي اتسألت عليها 100 مرة قبل كده لما ذكرتها في فيديو، والناس قالت لي يعني عندك أداة بالحلاوة دي وفي الأخير معكش أي نسخة ليها للموبايلات؟ وبعد بحث يومين الحمد والشكر لله ربك هو اللي يسرها لنا، لقينا طريقة بسيطة جدا إن شاء الله هتنفعك لأن الأداة فعلا عالمية. فشكرا مقدما لجهدي، وما تنساش اللايك يا صديقي ودعائنا الأول لأهلنا في غزة. اللهم انصر أهلنا في غزة، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تجعلنا ممن كرهت انبعاثهم، اللهم آمين يا رب العالمين. ومعكم إسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. خلينا نخش في الموضوع السخن كده على طول. الأداة دي يا شباب متعتها وحلاوتها وجمالها كله لو انت معاك جهاز كمبيوتر، هي فعلا تعمل معاك شغل بفلوس. الأداة دي يا شباب اسمها ايجوي، هي عبارة عن إضافة صغيرة، سايب لك الرابط بتاعها تحت، دوس عليها كده هيظهر لك المنظر اللي انت شايفه ده، دوس إضافة إلى كروم وخلاص الموضوع انتهى، اتضافت عندك. مجرد ما ضفتها للمتصفح بتاعك خش بقى على أي فيديو على اليوتيوب هتلاقيها ظاهرة لك بشكل الدمعة اللي انت شايفها دي، دوس عليها ومبروك عليك، ظهر لك الترجمتين. عيش بقى. ايوه، اعيش ازاي يعني؟ الاداه دي هتعمل لي ايه؟ بما انك انت هتكون مدرس نفسك في الانجليزي دلوقتي، فلازم تتبع تكنيك يوصلك لعلاج مشكله معينه عندك. على سبيل المثال، انت دلوقتي الانجليزي بتاعك حلو بس عايز تتوسع، تاخد من الجمل والقواعد والنطق وكل حاجه. هات لي بقى اي فيديو يشدك على اليوتيوب، زي مثلا فيديو كريس، الراجل ده سائح اجنبي جه مصر، اتفرج بقى واستمتع. هنا بقى لما دخل عند بتاع الذره قال بعضها مشوي، بعضها ني، وبعضها مكشر. جمل أساسية في الحياة تقدر بقى تقولها بالإنجليزي. He has all kinds of corn. Some are already cooked, some are peeled, some are raw. He has all kinds of corn. Some are already cooked, some are peeled, some are raw. He has all kinds of corn. Some are already cooked, some are peeled, some are raw. اهي وانت بتتفرج دي بالنسبة لك جمل جديدة زي الفل. اثبت بقى، دوس على علامة الموجب اللي قدامك دي وضيفها لبنك الجمل بتاعك علشان تقدر تراجعهم في اخر الفيديو. دوس على الجزئية دي هيطلع لك المنظر ده بكل الجمل اللي انت حفظتها، دوس على اي جملة فيهم هيظهر لك المشهد وهيفتح لك على طول. كم مرة انت درست فيها كلمة انت متضايق او انت غير امين؟ كم مرة درستهم؟ بس لما تشوفهم بالليونة والجمال ده في الحياة العملية هتترسخ بإذن الله تعالى مدى الحياة في عقلك. عايز تاني؟ Yeah, and 20 more. عايز تاني مور ازاي؟ مش معانا فلوس. مش معانا. Why you get mad? Why you get mad? انت منين؟ Why you get mad? Why you dishonest? منين؟ Why you get mad? Why you dishonest? منين؟ Why you get mad? Why you dishonest? عارف الأجمل بقى والعملية جدا لما تحس إنك تايه وإنت بتتفرج ومعنى كلمة معين ضايع منك، اقف عليها ودوس على الجزئية دي هتلاقيه ظهر لك كل المعاني المتشابهة وكل التفاصيل اللي إنت محتاجها للكلمة دي ونطقها الأمريكي والبريطاني. الدنيا اتطورت كأن في مدرس معاك اصلا. وورقه وقلم ايه بس اللي تحفظ بيهم كلمات؟ انت بتحفظ كلمه زي دي مثلا زي متهور، تيجي في السياق تلاقي معناها اختلف تماما. زي الراجل ده لسه هيجي ياكل الكشري المصري بتاعنا، هياكله مش معقوله هياكله بالشوكه والسكينه، فقال لك ايه؟ ما تاخذنيش على الهمجيه اللي انا هعملها دلوقتي دي. I'm gonna be reckless right now. 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 شفت في الحالة العملية ممكن السياق يختلف ازاي يا اخي؟ متعة وانت بتتعلم والله، تحس ان انت لا، مشهد زي مشهد الكشري ده ممكن يثبت معاك مدى الحياة. عارف ليه؟ انت ما شغلتش ذاكرة سمعية بس، الذاكرة البصرية كمان. حتى القواعد تقدر تكون برضه مدرس نفسك وانت بتتفرج وتطبق عليها تكنيك القوالب اللي احنا اخدناه، تحفظ الجملة المجعلصة دي زي ما هي. زي السائح ده برضه لما قال Who would have thought? I don't do research. Who would have thought? I don't. Who would have thought?
I don't. Who would have thought؟ ما عداش فيديو عليها هو لسه متكررة. خلاص يا عم اسلام الله يكرمك، حمستني. خش على طريقة الموبايلات، هتعملها ازاي؟ تخش على المتجر على طول. ايوه المتجر مش الاب ستور والجو ده. بعد كده هندخل على المتصفح ده الوحيد اللي اكتشفت ان هو اشتغل عليه. هتخش على المتصفح ده تحمله. هتخش من المتصفح ده عادي جدا وتبحث عن Enjoy Extension. هنخش في اول رابط يظهر لنا وهنعمل اضافة. مبروك عليك. هنخش بقى على اليوتيوب من نفس المتصفح عادي جدا، بس وانت بتدخل عايزك على ال3 نقط دول تدوس هنا اصدار الموقع الالكتروني، يعني عايزك تفتح كأنك موجود او قاعد على كمبيوتر وتدوس بقى اي فيديو يطلع لك. مبروك عليك. هتلاقي هنا ان شاء الله تعالى الدمعة دي اول ما تدوس عليها ان شاء الله تعالى خلاص فتح لك الترجمتين. يعني من الاخر كده خلاص ما بقاش عندك حجة وقادر انك تستخدم موبايلك في انك تتعلم منه. بحاول اشارك معاكم كل حاجة مجانية ممكن تفيدكم في الرحلة اللي احنا فيها دي. ربنا يا رب ينفع بينا وبإذن الله تعالى تستفيدوا منها، ولو استفدت بأي حاجة ادعي لي دعوة حلوة كده بظهر الغيب، يا رب إن شاء الله تكون مستجابة. وننهيها بسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. ما تنسوش اللايك بعد إذنكم. لا إله إلا الله.